اهلا وسهلا بكل حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي يسرق وقتك اخطر من اللي يسرق فلوسك. يعني ايه؟ يعني لو واحد سرق منك شوية فلوس هتزعل شوية، بس ممكن تعوض الفلوس دي وتكسب تاني. انما اللي يسرق وقتك ده سرق حاجة لا بتتعوض ولا بترجع ولا فيها مكسب بعد الخسارة، لان الوقت هو عمرك، هو ايامك، هو لحظاتك اللي مش بترجع تاني. لحظة تفكير، كم مرة قعدت مع حد ضيعلك وقتك في كلام ملوش معنى؟ كم مرة فضلت تسمع لحد سلبي بيشتكي وبيشتت تركيزك؟ كم ساعة ضاعت في تليفون أو قعدة أو سوشيال ميديا من غير ما تحس؟ كل دقيقة بتضيع منك بتتسحب من عمرك زي الرمل اللي بينزل من الساعة الرملية ومحدش يقدر يرجعه تاني. الحقيقة مر، في ناس مش بتاخد فلوسك لكن بياخدوا طاقة يومك، تركيزك، إبداعك، خططك، وفي الآخر تلاقي نفسك ما عملتش ولا حاجة ومش عارف راح فين يومك. نصيحة من جدة ملك: احترم وقتك زي ما بتحترم مالك، واعرف ان اللي ما يقدرش وقتك ما بيقدركش. خليك مع اللي يشجعك تبني وتتعلم وتتحرك، مش اللي يفضل يشغلك بتفاهات ويرجع يلومك انك ما عملتش حاجة. وفي النهاية يا حبايب قلبي، فلوسك ممكن ترجع لكن عمرك لا بيرجع ولا بيتباع. وانا جدة ملك بقولك بصوت عالي: اللي يسرق وقتك اخطر مليون مرة من اللي يسرق محفظتك. حافظ على عمرك لانك ماشي بيه على طريق واحد بس، وكل خطوة فيه مش هتتكرر. وقولولي، مين عاش تجربة زي دي او عارف حد عاش نفس التجربة؟ اكتبولي في التعليقات. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.